صباح الخير عليكم. عندي إصابة في كتفي. أنا اكتشفت تشانل على يوتيوب، بصراحة هي حلوة جدا، تشانل حلوة جدا اسمها ناتوليش جيرمان. هي الأمورة دي. Hallo und willkommen. Ich bin Anna und ich. المهم يعني بصراحة انا شفت تشانلز كتيرة، بس دي شدتني قوي لانها بتشرح بالالماني بس. هي هادية وبتتكلم في مواضيع مثلا تبع الكالتشر اللي هي الكالتشر بتاعت المانيا، بس بتتكلم بالالماني بس، ممكن تدخل كده كام كلمة انجليزي. فانا ببقى في الفيديو في نص الفيديو مش فاهم كل كلمة، فبالتالي بخش بترجم الكلمة. يعني في كلمة مثلا محورية في الموضوع أنا محتاج أفهم، أنا أصلا دماغي أنا كنت فاهم مثلا، ففي كلمة جت خازوق كده فأنا مفهمتش، فوش غصب عني لازم أخش وأسيرش عنها. فهي حلاوتها إن هي بتفهمك، لأن الليفل بتاعها واطي بيجنرز، وبتتكلم في مواضيع هتفيدك وأنت هتفهم، واللي مش هتفهمه لازم هتروح تترجمه. Kaugummi ist ekelhaft. Kaugummi ist ekelhaft. حقيقي ده أحد الأسباب اللي خلتني أتعلم ألماني. English. Hey, what do you do? Well, I'm a teacher. In German. Was machst du beruflich? بصوا، هو انا مش احسن حد يقول لكم تعملوا ايه في مذاكره الالماني، ولكن انا اول ما بدات سالت حد كان معايا في ألسن، وجاوب عليا قال لي عايز تتعلم الماني ابدا مع سلسله منشن. تمام. وطبعت ده بتاع التدريبات، وده بتاع ده، هو في واحد بتاع التدريبات برضو بس هفهمكم. منشن ده A11، يعني ده اقل حاجه خالص. لا ده يعني هو الكتاب فيه كل الليفلز، بس انا طبعا اول ما بدات ب A11. في تشانل كده بتاعت راجل محترم قوي، مش فاكر اسمها بصراحه، بس هو مصري وبيدرس سلسله منشن تحديدا. فانا هسيبها لكم، لو انتوا عايزين ابداوا معاه. الراجل ده بجد تحفه، وصاحبي هو اللي رشحها لي، واحد صاحبي اسمه سيد، يعني ما اعتقدش انه هيشوف الفيديو ده. المهم يعني بدأت معاه، استفدت جدا. انا دلوقتي عامه برضه علشان ايه، انا دلوقتي في الالماني مش احسن حاجه، ما اقدرش اعمل محادثه، بس مؤخرا بقيت بجد بفهم الكلام، وده ليفل انا بصراحه مبسوط بيه. هو مش حلو، ولكن لما بتبدأ تفهم الكلام عن ايه، فكره ان انت تبدأ مثلا من صفر خالص وتبدأ تفهم هم بيقولوا ايه، حلوه، فاهم؟ فعامه انا بدأت بسلسله منشن A11، وبس انا ما حلتش بصراحه، ما اهتمتش قوي يعني بالكتب. انا من النوع اللي هو بيتخانق بصراحه من الكتب ومذاكره الكتب. بصراحه هي مطلوبه في الاول، لازم انت يكون عندك البيس بتاع اللغه، ان انت يكون عندك مثلا اهم 1000 كلمه، اهم 100 فعل. الحاجات دي انت لازم تذاكرها، لازم تحفظها، وبعد كده تبدا بقى ايه، الدنيا هتفك معاك. بصراحه انا بحاول استغنى عن مذاكره الكتب. ده بقى يعني سلسله منشن دي للناس اللي عايزه تذاكر من الكتب. الناس بقى اللي بتتخنق من الكتب زي الحل الامثل بصراحه. يعني انا معايا بقى ايه الحل الامثل للشباب اللي ما بتحبش تذاكر من ثانيه بس. الحل يا باشا في تشات جي بي تي. بص، كل حاجه موجوده اونلاين، ولكن انت ما بتبقاش عارف تتفرج على ايه الاول، وبعد كده تتفرج على ايه، وبعد كده تتفرج على ايه. انا معايا الحل. انت محتاج رود ماب، محتاج تفهم الدرس ايه الاول، وبعد كده الدرس ايه، وبعد كده الدرس ايه. ببساطة أنا اكتشفت، يعني هو بالنسبة لي كان ثورة، يعني ثورة في عالم التكنولوجيا. استخدمت تشات جي بي تي علشان أبدأ يعني أنظم الكورس بتاعي. يعني أنت بتقول له أنا محتاج منك تقول لي هما إيه الدروس بتاعت A11، يقوم جايب لك أسماء الدروس نفسها. يعني يقول لك مثلا، تعالى أنا كده هوريكوا طبعا. طيب هنفتح تشات جي بي تي وهنكتب فيه tell me what to study in level A1 in any language. أنا كتبت in level A11 وهكتب تاني in level A12 and level A13. تمام. بعد كده هو هيجيب لك مثلا بتاع 7 دروس لكل حاجة. ل A11 7 و A12 7 و A13 7. بعد كده انت تقول له لا انا عايز 20 each 20 lessons each. بالظبط كده.
جاب لك كل الدروس اللي انت هتذاكرها، خلص دول يبقى انت كده خلصت A1. لما تيجي تسمعهم فيديوز بقى ممكن تسمعهم، تسيرش انت على الفيديو نفسه باسم الدرس، فاهم قصدي؟ وطبعا ممكن تعمل ده بقى مع A2، تكتب A21 A22 A23 وكذلك بقى. يعني انا مثلا لما جيت اعمل الاسبانيش كورس بتاعي، طبعا انا سالته انا عايز الدروس بتاعت A11 و A12 و A13 قولهم لي، بس انا ما دخلتش في اكتر من كده. اول درس اللي هو الالفابت والبرونانسيشن بتاعت الحروف، تاني درس التحيات وتقديم نفسك، تالت درس الارقام، رابع درس الايام، خامس درس الفوكاب البيسك، سادس درس ان انت تسال اسئله سهله اللي هو asking and answering simple questions، ازاي تسال الاسئله البسيطه، ماشي، common expressions. فهو انت بتاخد الدروس اللي انت المفروض تذاكرها ازاي، دي بقى دي بتاعتك لو انت بتحب تشتغل بدماغك، فدي تحفه يعني. عامه انا مش عايز حد مثلا يخدعكم في موضوع تعلم اللغات ده، علشان انا متاكد ان في ناس بتطلع على الشاشه اللي زي دي كده وبتصور لكم انها نينجا، وازاي اتعلمت الماني في 50 يوم. ايه يا اسطى الكلام ده؟ يعني ازاي اتعلمت الماني في 50 يوم؟ ايه ازاي اصلا؟ فده اصلا ممكن يجي عليك انت بالسلب، لان ده مش موجود غالبا، ولو موجود ممكن يكون بيحضر لها اصلا قبلها. يعني انا مثلا انا دلوقتي ممكن بكل بساطه ثانيه بس اقفل البتاع ده. ممكن ببساطه جدا اقوم مثلا كاتب بتاع 4-5 ورقات بالالماني، بقدم نفسي فيهم، بتكلم عن اسباب حبي للالماني، ليه اتعلمت الماني، واقوم طالع ده يعني طالع قايلهم في الفيديو يعني. وانت طبعا او ماي جاد ده ازاي بيتكلم الماني كده؟ هو مفيش حاجه اسمها كده، الراجل ده حفظهم تمام وطلع قالهم لك. بس انا مش عايز حد ياثر عليك بالسلب، لان مفيش حاجه اسمها كده. انا عايزك تاخد موضوع اللغات، وده انا بقول لنفسي، مش يعني بقول للناس المقتنعه بالكلام ده، مش شرط كل الناس تعمل كده، اللي عايز يعمل عكس كده يعمل. بس موضوع اللغات المفروض يبقى موضوع ممتع، وما يبقاش عليك ستريس خالص فيه. انت بتبقى بتذاكر مالكش دعوه اتعلمتها في 50 يوم زي الشخص اللي اتعلمها في 50 يوم او اتعلمتها في 2 سنين. انت بتذاكر عشان اللغات اصلا حاجه ممتعه، فما تعكننش نفسك وانت بتتعلم لغه، علشان ده اكبر غلط ممكن تعمله في حق نفسك. اسمع فيديوز يعني انا عايز اوصل المعلومه دي. اسمع فيديوز تبسطك. يعني في ناس بتشرح، الناس بتتخض مثلا لما اجي اقول لها ابدا اتعلم انجلش مثلا على اي لغه، بس انا هتكلم على الانجليش. ابدا اتعلم انجلش من شخص بيتكلم انجلش بس. الناس تقول طب انا اصلا ما بفهمش انجلش. يا عم ماشي، في ناس مثلا، يعني مثلا دلوقتي ده ممكن انا اقعد اقول لك das ist ein Buch، بوخ ein Buch، خلاص انت فهمت ان ده اسمه بوخ ده بوخ يعني بوك، خلاص انا عرفت. ف هتقول لي هتجيت overwhelmed ازاي هتعلم الماني من شخص بيتكلم الماني بس؟ المهم انت فهمت قصدي، ما تخليش حد يقفلك. التعلم اللغات بياخد وقت، اتعلم فور فن قبل ما تتعلم فور جوب وبس. انبسط وتشيك الشانل اللي انا قلت لك عليها، وداعا. See you in the next video.